قوي ما بتعرفش تقور الكوسه، اسمها تقور كوسه او تفحت الكوسه يعني. كل دوله وليها مسمى. يعني احنا كنا صغيرين كنا بنقول نفحت الكوسه، نفحت البتنجان. دلوقتي مثلا بقينا نقول نقور، بما ان احنا ده اسمه مقوار وبنقور بالمقوار. مش عارفه برضو انتوا بتقولوها ازاي. كل بلد عن بلد بتختلف يا ولاد. مش هقول ننزل ميه ازاي، ننزل الميه بتاعتي. انا بقى مش عارفه هعمل الكوسه والبتنجان ولا اعمل مثلا كولومبايه النهارده. انا مش عارفه الصراحه مش عارفه. كنت المفروض ان انا اعمل الكولومبايه واسيب البتنجان والكوسه يوم الجمعه، بما ان بكره الخميس مش هبقى موجوده هنا. ساعات ببقى نفسي اسيب الكاميرا كده شغاله واعمل الحاجه من غير ما اتكلم. هل ده ينفع؟ مش عارفه. وحاجه تانية اللي برضه ما بيخلينيش اصور فيديوهات خاصه في الصيف، الجو حر نار. يعني عارفين لو عندي تكييف خلاص عادي بقى البس الحجاب والبس العبايه كده واصور لكم بقى كل يوم فيديو عادي. بس انا ما بستحملش. هنا درجه الحراره عاليه قوي. المروحه زي ما انتم شايفين اكن الجرار شغال، فعشان كده الجو بقى مخلي الواحد مفرغ. عشان كده ما بحبش اصور خالص في الصيف، ما بحبش. هنسمي الله. بصوا ندخل دي كده كده كده. الكوسه ما بتتقورش كتير عشان تحسوا بطعمها. اعمل كام واحده كوسه كده وكام واحده بتنجان عشان مش معقول يعني انا فاتحين الفيديو علشان اقور الكوسه والبتنجان. وافتح لكم بقى واحنا ايه نعمل ايه. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك، اعملوا شير للفيديو، يمكن القناه تكبر كده وتتشهر بيكم. احنا يعني بنقدم محتوى كويس، يعني مش بنقدم محتوى هلس ولا حاجه. يعني في بنات صغيره لحد دلوقتي مثلا ما بتعرفش تعمل اكل، في بنات لسه متجوزه برضو ما بتعرفش برضو، فلعل وعسى نفيدها يعني بحاجه. كل واحد وله طريقه، يعني كل واحد له طريقه في المحشي. يعني انا مثلا لما باكل المحشي بتاع ماما انا ما دقتش محشي عند حد خالص زي المحشي بتاع ماما. هي برضو لما بتدوق المحشي بتاعي بتقول لي كل واحد وله طعم مختلف. كنا بنعمل عمليه جراحيه، مضايق قوي من جوه الصباع ده. وقولوا لي الاسهل عندكم الكوسه ولا البتنجان في التقوير؟ انا الاسهل عندي الصراحه يعني كروب، ان انا الف كروب، عكس ان انا الف ورق عنب. يعني متعب جدا لف الورق عنب ده يدوخني، لكن ان انا الف كروب بحب. تمام.
عملنا الملوخيه ايه، قطفناها برضو. مش عارفه الملوخيه برضو في بدايه كتير بنقول عليها ايه، احنا بنقول قطفنا الملوخيه. كده عملنا الطماطم خلطناها، وبنعمل الشوربة دلوقتي هنحطها على النار. عقبال ما الشوربة تستوي هنكون احنا عملت البصلة دلوقتي اللي هي الطماطم علشان المحشي. هفضل بقى اغسل الملوخية كده لحد ما المية تبقى نضيفة. اعصر بقى الملوخية كده قوي وانشفها في الصينية دي. الصينية دي اللي بخرط عليها الملوخية، هي عاملة كده لاني بخرط عليها الملوخية وبدخلها الفرن لما اجي اعمل حواوشي. بحط الحواوشي كده وادخله الفرن عشان ما ابوظش ايه الجديدة اللي انا جايباها من المخرطة وكده. بعد ما غسلتها كده بصوا هنشفها شويه كده بره لان الميه بس تنشف، وبعدين ابدا ان انا اخرطها. اغسل دي عشان اعمل دول هنا، مش مشكله، كبيره مش مشكله يعني، عشان ما يبقوش مغمقين كده. هخرط البصله قدامكم كده وبعدين احطها على النار. اشيل الحله احطها على النار وانزل بحته زبده وحته ليا وشويه زيت. وبعد ما البصلايه تتشوح هنزل بفص ثوم واشوحه، وبعدين انزل بعصير الطماطم ونسيبها تتسبك. قبل ما تتسبك هنكون جهزنا الرز والخضار غسلناه، وبعدين نبدا نحشي البتنجان على طول. البتنجان محطوط عليه شويه ملح ومنقوع في ميه عشان يتدبل كده ويبقى طعمه كويس. لو في حاجه مره المراره تروح منه. الشوربه حطيت فيها بصلايه واول ما تغلي هنزل بالفراخ على طول. ننزل كده بالفراخ بصوا البصلايه اصفرت. هننزل على الثوم كده اول ما الثومه تتشوح بس حاجه بسيطه. ننزل بعصير الطماطم سكتت شويه. ننزل كمون، فلفل اسمر، شطه لو حابين،
ونغطي سيبها تتسبك. شوية كمون على الشوربة مع مرقة خضار تدي للشوربة طعم حلو قوي، اللي هو الخضار. دي الطريقة اللي أنا بحشي بيها. لما يكون المحشي الرز سخن بحشي كده. كده حشيناها وهنبدأ ننزل بس الشوربة. ما شاء الله وده حد يحط على المحشي شوربه. امال هيستوي ازاي؟ يستوي لوحده بقى مع نفسه. ازاي مع نفسه؟ لو ما تروحش هتجيبه الا بالشبشب الفخار اللي بنضربه. ما شاء الله ما شاء الله. بعد ما يستوي هوريكم. ماشي بينا على الملوخية. الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اوعى بقى وعلى الملوخية الخضراء بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الشوربة طبعا عليها ملح شوية كمون. نشوف بقى كده هتشوف بقى قد ايه الملوخية تعملي كده تقيلة شوية. نحطها شوية كمان. ايه ده؟ تحطي يا ماما؟ هتحطي على الشوربة. اهم حاجة بقى ايه التقليب ده كده. ليه بقى تقولوا لي بتقلبي الملوخية كده او بتضربي الملوخية كده؟ بصوا انا تفضلوا تعملوا فيها كده. ليه؟ علشان الناس اللي بتقولك الملوخية بتسقط ليه، انت لو ضربتيها كويس في الشوربة مش هتسقط منك. بصوا لو انضربت كويس قوي في الشوربة مش هتفصل عن بعض. بصوا طول ما هي بتغلي على النار كده تضربي فيها لحد ما تغلي اهي. زبدة كده ومعلقة زيت. الملوخية هنا تغلي. ما تخلوش الملوخية كتير على النار. الملوخية ما بتقعدش كتير على النار. تقعدوا تدمجوا فيها كده تقلبوا فيها كده وتضربوه لحد ما تغلي ويكون ايه معلقة الزبدة دي بتحطها كده. معلقة الزيت ننزل بالثوم
شوح شوح. انا بحب الملوخيه تكون ايه تقيله كده شويه، ملفاه خفيفه. مرتها تحفه بقى عشان الجديد. الجديد مش قادرين في الفريزر عندي، ريحته جميله قوي ان شاء الله. بجد بتمنى ان انتوا تدوقوا الملوخيه دي والله. يعني انا نفسي اروح كل بلد كده واعمل ملوخيه ومحشي مثلا، ملوخيه ومحشي كل بلد. واكيد مش هروح اعمل ملوخيه بس، يعني ايه اللي هيتعمل جنب الملوخيه؟ محشي او مثلا ملوخيه وشويه رز، يا سلام، رز بشعريه كده. تومه بتعمل كده، بصوا هي واخده لون خفيف بس هو مش باين. تومه بتعمل كده بس عشان ايه؟ ميه، التوم فيه ميه عشان التوم ده جديد. الله الله، الماس كده، الماس تحفه ما شاء الله. التوم ده بقى هيفك شويه كده بس كده الملوخيه خلصت. اكتر ماما. الله، دوقي. الله يا كرم، الله. سخنة؟ يعني مش هتتلسع جامد يعني. بسم الله. سامع؟ خايف؟ لا ما تخافيش. تغطوش على الملوخية خالص، الملوخية متغطاش عليها خالص. ما شاء الله المحشي استوى. خد لك صباع في الهواء. نعم. خدي حطي لي يا ماما اللي هو ده. بص شوفوا السفرة النهائية المقادي أغلى. ماما. بسم الله ما شاء الله. أكل كده خلص. ملوخية قمر قمر قمر، فراخ. ومتنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو أول مرة طعمه جامد أوي يا جماعة. ما شاء الله. أشوفكم فيديو جديد وباي باي. أدوقها وهم بيقولوا عايزة أدوقهم.